السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب دايما تكونوا بخير وفي احسن حال. النهارده ان شاء الله هنعمل احلى صينية لازانيا تستاهل بقكم. خليكم على الفيديو. اول حاجة هنجيب الصينية على النار وهنعمل العصاج بتاعنا. هتضيفي بقى معلقة سمنة او زيت او معلقتين اتنين سمنة فلاحي او زبدة على سمنة زي ما انتوا عايزين. هستنى بقى لحد ما السمنة تفك معايا خالص وتسخن خالص. هكون بقى محضرة بصلتين اتنين كبار مقطعهم مكعبات صغيرة. انا طبعا هعمل نص كيلو من اللحمة المفروم، فلو انت عايزة تعملي ربع كيلو اعملي بصلاية بس تكون كبيرة. كده خلاص ضفت البصل. هستنى بس لحد ما البصل بتاعنا يدبل كده، متخلوش يحمر معاكي. مجرد ما البصلة تدبل معاكي بالشكل ده كده هتضيفي معلقة صغيرة من الثوم المفروم، وبرده هنقلب الثوم مع البصل لحد ما تشم ريحة الثوم. ما نخليش لا البصلة تحمر ولا الثوم يحمر معانا. كده تمام. مجرد بس ما نشم الريحة خلاص هنزل باللحمة بتاعتنا زي ما قلتلكوا دي نص كيلو. هقلب بقى اللحمة بتاعتنا كده مع البصلة. تانينا نقلب فيها كده شوية لحد ما لونها يتغير معانا. كده تمام. مجرد بقى ما لونها يتغير معانا بالشكل ده كده هنكون بقى محضرين جزرية مبشورة، وتبشر الجزرية متخرطهاش. جزرية واحدة بتفرق كتير كتير في الطعم، يعني بتخلي طعمها حلو قوي. وهضيف نص قرن فلفل اخضر ونص قرن فلفل احمر. انا هضيفها حامي، لو انت عايزاه بارد ماشي مفيش مشاكل. لو عندك اطفال بقى وتخافي عليهم بلاش الحامي. انا حطيت كده قرن فلفل وقطعته مكعبات صغيره مع الجزر كده، وهقلبه مع اللحمه كده لحد ما تستوي مع بعضها شويه كده. مجرد بس ما الجزره تدبل معاكي برضو وتستوي هتضيفي كوبايه عصير طماطم، كوبايه كبيره او مج كبير. هقلب بقى عصير الطماطم كده. طبعا العصاج بتاع اللازانيا بيختلف عن عصاج البشاميل وعصاج الرقاق والحاجات اللي انتوا عارفينها دي. تمام. احنا عايزينه سايل شويه. انا كده ضفت كوبايه من عصير الطماطم. اضيف كمان 3-4 معالق من الصلصه، عشان طبعا هنزودها عشان احنا عايزينها تبقى سايله شويه، عشان المكرونه اللازانيا مش هنسلقها النهارده، هنحطها كده من غير سلق، فلازم يكون معانا ايه سوايل عشان تستوي بيها. كده حطيت 4 معالق من الصلصه على اللحمه وهقلبها كده. قلبيها بس دقيقتين اتنين كده خلاص. كده تمام. هنجيب بقى البهارات بتاعتنا. معايا ملح ومعايا 7 بهارات ومعايا بابريكا وجوز الطيب وفلفل اسود ومعايا يعني نص معلقه كده من الشطه اختياري، ومعايا بهارات السبع ومعايا ورق لورا. هتضيفي بقى البهارات بتاعتك الحلوه ديت وتقلبيها على العصاج وهتشم ريحه بقى جميله جدا. هنعمل ايه بقى في الخطوه اللي جايه كده؟ هنزودها كوبايتين اتنين من الميه او مج كبير. تمام. يا اما كوبايتين اتنين من الميه كده اللي احنا بنشرب فيها شاي، يا اما مج كبير من الميه. زي ما قلت لكم انا عايزاها تبقى سايله شويه. هسيبها بقى تغلي شويه كده وتستوي مع بعضها. هي كده كده استوت، هتغلي غلوتين اتنين كده وهطفي عليها خلاص. كده بقى العصاج بتاعنا جاهز للتحضير. يلا بينا نشوف بقى الخطوه الجايه هنعمل ايه. هنعمل البشاميل بتاعنا. نجيب الحله على النار. انا هعمل 3 معالق كبار من الدقيق، يبقى 3 معالق كبار من الدقيق عليهم 3 معالق كبار من السمنه. تمام. حطيت 3 معالق كبار من السمنه واستنيت لحد ما تسخن، وبعد كده ضفت 3 معالق كبار من الدقيق. هقلب بقى الدقيق مع السمنه كده لحد بس ما الدقيق يتحمر شويه كده مع السمنه، وتقلبيه برضو باستمرار عشان ما يتحرقش معاكي ويمرر معاكي. اهو بقلب باستمرار كده. يبقى 3 معالق سمنه عليهم 3 معالق دقيق. كميه الدقيق قد كميه السمنه. كده تمام. هنضيف بقى كيلو من اللبن. كده بعد ما الدقيق يحمر خلاص هنزل بكيلو ونص من اللبن. كده تمام. هبعده بس على النار واقلبه كويس عشان الدقيق ما يعملش كتل معاكي. بعد ما بتقلبيه بتولعي النار تاني عليه او بتحطيه على النار تاني وتستمر بقى في التقليب لحد ما يديك القوام اللي انت عايزاه. وطبعا البشاميل بتاع اللازانيا احنا عايزينه برضو ما يبقاش تقيل، عايزينه خفيف، لان زي ما قلت لكم اللازانيا مش هنسلقها فعايزه سوائل تستوي عليها.
فهنخلي البشاميل بتاعنا يعني سيل شويه، مش هنخليه ماسك. هنقلب بقى باستمرار كده. بس قبل ما يتقل معانا هنضيف بقى ورق لورا ومعلقه صغيره من الفلفل الاسود، ومعايا كمان الملح بتاعنا، ومعايا ربع معلقه من جوز الطيب، بتفرق كتير في الطعم هو ورق اللورا. هقلب بقى باستمرار كده لحد ما يدينا القوام اللي احنا عاوزينه. وزي ما قلت لكم احنا مش عايزينها متماسك، او عايزينه سايل شويه. هقلب فيها كده بقى شويه لحد ما يوصل للقوام اللي احنا عايزينه. هوريكم برضو هيبقى شكله ازاي. هنشيل بقى ورق اللورا خلاص بعد ما البشاميل خلاص ادانا القوام وطفيت على النار. هنشيل بقى ورق اللورا كده. شايفين بقى القوام ده القوام اللي احنا عاوزينه، مش عايزينه تقيل قوي ولا خفيف قوي، زي ما انتوا شايفينه كده بالظبط. كده تمام بقى، كل حاجة جاهزة معايا. هنجيب بقى الصينية بتاعتنا، ودي اللازانيا بتاعتنا اللي احنا هنعملها. انا بجيب طبعا الملكة سعرها كويس. العلبة دي ب16 جنيه، كنت بجيبها الاول ب10 جنيه، بقت ب16 جنيه دلوقتي. في انواع كتير بس بتبقى غالية شوية، يعني الملكة ده اوفر سعر معانا، اقل سعر فيها. هنجيب بقى الصينية بتاعتنا كده، وهنجيب شوية كده من البشاميل هنحطهم في قاع الصينية كده، ونوزع البشاميل في الصينية من تحت كده تمام. هنجيب بقى اللازانيا بتاعتنا. طبعا احنا مش سلقينها، لو حابه بقى تسلقيها ودي كأنك بتعملي مكرونه بشاميل بالظبط ممكن تسلقيها، لكن انا ما سلقتهاش المره دي عشان برضو اقول لكم لو انتم مش حابين تسلقوها. طبعا احنا مخلين بقى البشاميل بتاعنا سايل شويه، هتستوي عليها برضو. والعصاج بتاعنا كده حطينا طبقه من البشاميل ورصينا اللازانيا، بعد كده هحط طبقه من البشاميل، وهنزل برضو بشويه كده من العصاج. تمام. بنقلب بقى البشاميل مع العصاج كده. اللازانيا بسم الله ما شاء الله بتبقى طعمها حلو قوي وهتعجبكم يعني، بس بتحتاج كميه كبيره من اللحمه المفرومه. برضو هنرص اللازانيا كده برضو على الوش كده تمام. والحتت اللي بتبقى فاضيه كده بكسر قطعه كده من اللازانيا بحطها فيها. احط برضو طبقه كده من اللازانيا، طبقه كده من البشاميل، وارجع احط طبقه برضو من العصاج. تمام. كده حطينا برضو البشاميل، وحطينا عليه طبقة كده من اللحمة المفرومة او العصاج. بعد كده هنحط بقى طبقة برضو من اللازانيا. نكرر بقى الخطوات دي، نفس الخطوات دي بالظبط. وفي الاخر خالص على الوش تحطي طبقة بس من اللازانيا وعليها البشاميل كده تمام. عايزه اقول لكم الصينيه ديت اخدت معايا عباره عن علبتين اتنين من عبوه الملكه ديت. العلبه 400 جرام، واخدت مني بالظبط نص كيلو لحمه مفرومه. وزي ما قلت لكم اللازانيا بتاخد لحمه مفرومه كتير كده تمام. بقى هخلص بقى الصينيه كلها عشان برضو ما اطولش الفيديو عليكم، وهوريكم الخطوه الاخيره كده تمام. بعد ما خلصنا الصينيه خلاص حطينا طبقه من اللازانيا، وبعد كده طبقه البشاميل في الاخر خالص. بعد كده بجيب سكينه رفيعه بعمل فتحات من الجنب كده عشان البشاميل لما يغلى ما ينزلش على الصينيه من بره او يبهدل الفرن. هجيب بقى الموتزاريلا بتاعتنا، النوع ده حلو قوي. هرشه بقى على الوش بالشكل ده كده، واحطها بقى على درجه حراره 180. هتاخد حوالي ساعه الا ربع في الفرن لحد ما تستوي معاكي، وهتبقى بالشكل الجميل ده. والله طلعت تحفه بجد، جربوها وان شاء الله تعجبكم. يا رب يكون عجبكم فيديو النهارده. لو عجبكم الفيديو ما تبخلوش عليا باللايك الجميل بتاعكم. اشكركم على المشاهده، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. بحبكم في الله.